طيب، شُفتوا التحديث الجديد بتاع فيجما يا شباب؟ التحديث الجديد حرفيًا بجد جبار، بيقفّل اللعبة بكل المقاييس الممكنة، وعندي أهم 5 features إحنا ممكن نتكلم عنهم، هم ال5 features اللي إحنا هنتكلم عنهم في الفيديو ده. رقم 1 عندي أول حاجة وأهم حاجة هي فيجما sites وهي شارحة نفسها بنفسها إنك تقدر تعمل أو تصمم موقع كامل بدون ما تحتاج إنك تكتب كود، وطبعًا ده يا باشا ده بيحل محل حاجة مهمة جدًا زي Webflow أو Wix Studio. طبعًا هو مدمر طبعًا، وبيدمر طبعًا حاجة زي Primer كمان. طيب عندك يا باشا Figma Make هو بكل بساطة إنك تقدر تعمل يا باشا دعم كامل مكمل لdesign بالAI بتاعه بالproduct أو بالprototype بتاعه، يعني إنك تقدر تعمل product كامل بالprototype وكل ده بتكتبه في وصف بالAI. طبعًا هتقول لي طب وإيه الفرق بينه وبين الConving 2024؟ هاقول لك لأ في فرق كبير، الفرق الكبير هنا إن الConving 2024 كان جايب لك 2 feature الgenerate إنك تقدر تgenerate من text لتصميم كامل أو إنك تقدر تعمل prototype، لكن Figma Make بيعمل لك الاتنين مع بعض، وبيحل لك محل GitHub أو مثلًا user أو حتى Galileo AI مثلًا. من أهم الfeatures من وجهة نظري اللي أنا شايف إن هي مهمة جدًا وجبارة ألا وهي الFigma Draw، وده طبعًا يا باشا بشكل مباشر بيضرب illustrator في مقتل أو حاجة زي Vector Ink مثلًا بيضربهم في مقتل. وهو طبعًا في أداة زي الBrush Tool وفي أداة زي الpencil وفي أداة زي طبعًا الpen tool العادية بتاعتنا. رقم 4 هي الPath ودي بتبقى موجودة برّه في الصفحة الرئيسية. الPath مهمة جدًا، جدًا يا جماعة في التسويق، بجد حرفيًا بتوري لك كل الترندات الرهيبة اللي موجودة في الUI UX في الفترة دي. ومش بس كده لأ، كمان بتساعدك في التسويق وبتساعدك على التغذية البصرية بشكل عالي جدًا، وبتدعم محتوى كبير جدًا. رقم 5 وأهم feature فيهم من وجهة نظري هي الGrid Auto Layout. الGrid Auto Layout بتساعدك طبعًا إن أنت تنظّم أو تعمل auto layout منظّم جدًا، جدًا للgrid system بتاعك، وبتساعدك كمان إن أنت تقدر تعمل grid بكل مختلف التخطيطات بتاعتك، يعني إن أنواع إنك تعمل auto layout بكل أشكاله الممكنة، بتحل محل حاجة زي CSS grid أو مثلًا flexbox هتلاقيها مهمة جدًا، جدًا، مفيدة جدًا، جدًا لو بتعمل galleries طبعًا أو الpaint box وتخطيطات معقدة. طيب من نظري، هل دي كل التحديثات اللي أنا كان نِفْسي إن هي تنزل في الcomic 2025؟ في الحقيقة هي بتغطي 80% من اللي أنا كنت باحتاجه. أنت دلوقتي بقى عندك مطوّر ومصمم ومسوّق 3 جوّه Figma، بس ناقص حاجة واحدة بس، وFigma حرفيًا هتقفل اللعبة على كل المنافسين، وتبقى تجربة الUI UX من وجهة نظري متكاملة، ألا وهي فكرة إن أنا برضه مش لاقي حاجة integrated مع Figma تحوّل لي التصميم أو الصورة لmodel 3D مثلًا. على فكرة ال3D icons أو ال3D عمومًا بقى داخل معانا جدًا في مجال الUI UX، وأنا أتمنى إن الconving 2026 إن شاء الله يعلنوا عن حاجة زي كده Figma. وطبعًا هتلاقي عندك plugins بتعمل لك ده مثلًا زي Fake 3D بتحوّل لك الshape بتاعك تحوّله لك ل3D model طبعًا، وطبعًا هتلاقي إن حاجة زي كده جامدة جدًا، بس زي ما قُلت لك قبل كده دي حاجة مهمة جدًا، جدًا، لإن هي هتبقى حرفيًا هتخلّي النقلة حتّة تانية خالص، وهتخلّي Figma حرفيًا هو مَلِك اللعبة، هو كده، كده مَلِك اللعبة، بس دي هتخلّيه مَلِك بجد، لإنه هيبقى قفل كل الأركان الممكنة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.